السلام بالتالي عليكم. أن اليوم ان شاء الله نحكي لكم على التجربه ديالي مع راس الخيط. قبل ما ندخلو ومن بعد ما دخلنا شنو استفدنا وشنو اللي تغير في طريقه الخدمه. قبل ما ندخلو كنا ديجا طايحين في داك المشكل ديال وينين بروداكت، كل ساعه كنقلبوا على وينين بروداكت. فين ما كان شي بروداكت لوحي في الاس تي اس تي جاب ما جابش طفي. وهاد القضيه بزاف ديال الناس اللي باغيين كيديروها لحد الان، وهي ديجا ما صالحاش. يعني هاد الميثود ما خداماش ديال اللي بغا يخدم شي بيزنس اونلاين او بغا مثلا يبدا التجاره الالكترونيه. من بعد ما دخلنا لراس الخيط كنا طرحنا عليهم هاد القضيه ديال وينين بروداكت. هما ما كيخدموش بهاد القضيه بتاتا، يعني ما كيعولوش على البرودوي الواحد. ديجا كيخدموا يا بنيش ستور يا بجينيرال ستور. بنيش ستور يعني غتشد واحد النيت ديال مثلا السوايع او الروايح او شي حاجه وغتفوكس على داك النيت فقط، يكونوا فيه بزاف ديال المنتجات. او انك جينيرال ستور غادي تخلط هذاك الستور عندك، غتكون فيه الكوزينه، غتكون فيه صال دو بان، غيكون فيه مثلا الجردة، غيكون فيه مثلا واحد العشرة ديال لي كاتيجوري. هذه هي الخدمة اللي خدمنا حنا خدمنا نيت ستور. عاولنا على خدمنا غير واحد النيت محدد. من بعد ان شاء الله ندير لكم عليه شي فيديو اللي كانت فيه ارباح، اللي كتكون فيه ارباح وكانت فيه ارباح مزيانه. يعني كوموند وحده كتخليك حتى 600 درهم 700 درهم ديال الارباح. نيت ستور راه كتخدم بواحد الطريقه اللي افيكاس، واللي واحد استراتيجيه اللي ديجا مكتلقاش في السوق. يعني ولو تلقاها في السوق ما تلقاش اللي غيشرح عليك، ما تلقاش كيفاش تخدم الادس ليها، حيت كتكون طريقه مغايره. وهاد الطريقه هي اللي كيخدم بها علي اكسبريس وتيمو. يعني ما كيخليكش تشري غير منتج واحد، كيخليك تشري بزاف ديال المنتجات باش تاخد الشحن مجاني. ديجا دوك المنتجات حتى كيبانوا لك الخاص. هاد الطريقه هي اللي كيخدموا بها راس الخيط. ان شاء الله دابا غنشرح عليكم في واحد السطور ديال هو جينيرال ستور. هاد ستور ديجا ديال الترينين. ان شاء الله نشرح لكم الطريقه كيفاش الخدمه ديالو. من بعد ان شاء الله غنوريكم ستور اللي كنت ديجا خدمت عليه انا، والنيت اللي خدمت عليه انا واللي باقي خدام حتى لدابا. وان شاء الله ندوزو للبيست. بالنسبة للسطور راه ديجا هو هذا اللي دويت لكم عليه. تقريبا راه فيه واحد 12 أو 13 ديال لي كاتيجوري، يعني جميع البرودويات تقريبا اللي كيدورو في السوق كتلقاهم فيه تقريبا أكثر من 1500 برودوي بجميع النيتشات. يعني كيكونوا برودويات غاليين ديال 600 درهم 700 درهم 800 درهم حتى 1000 درهم، وبرودويات الأرخاص اللي كيبداو تقريبا من 30 درهم. الخدمة ديالو راه كالتالي: كما تشوفوا برودويات غاليين وبرودويات رخاص، يعني الكليان داخل يحاول يتقدى بزاف. يعني هنا كتلعب على الباني، يعني ياخد 3 البرودويات 4 حتى ل5، كاين ياخد 10، كاين ياخد جوج، كاين ياخد واحد، على حساب الكليان شنو محتاج. يعني هنا ما كنتشرطوش عليه شنو ياخد. يعني الكليان كيدخل مثلا داخل هو باغي ياخد هاد اللعبة، يقدر ما تعجبوش هادي يقدر ياخد هادي، يقدر يزيد مع هادي. يعني عنده الحرية ديال الاختيار، وما كتزيركش حتى في الفيسبوك ادز. يعني ما كتعولش على منتوج واحد. يعني مثلا تطلقتي الادز هذا خدام، ما بقاش هذا في ستوك ولا تقادا ولا خرج كاليتي عيانة، راه كدوز اي برودوي من هذا. هذا هو اللي كاين بالنسبة لطريقة الخدمة ديالو. هذا ديجا راه ما كيكونش فيه الشحن مجاني، كيكون الشحن تتفوت مثلا واحد 199 درهم ديال مثلا ديال المنتجات عاد كتاخد الشحن مجاني. ويمكن انا نبيع لك هذا مثلا ب39 ونضيع لك بلا شحن، يعني نعطيك مع الشحن مجاني. يعني انا ما غيسلفنيش، يعني كندير 39 درهم ديال الشحن، وديجا الكليان ما غياخدش هذا مثلا 39 ويخلص عليه 39 درهم ديال الشحن. نورمالمون الكليان كيحاول يفوت 200 درهم باش ياخد الشحن مجاني. ديجا هذا راه تقريبا تقلب، مبقاش سي او دي يمكن، او ولات فيه الدفع يعني مسبقا، يعني بالكريديت كارد. يعني الا بغيتي تشري شي منتوج منه راه كتزيد تحاول تخلص. يمكن بقاو كيجيو فيه المبيعات، يمكن علاش دارو فيا القضية هادي. غادي نشوفو تقريبا ما يمكنش تاخد لا كوموند، خاصك تخلصها. ديجا 100% غيكونو بقاو كيجيو فيه لي كوموند. سيت معروف هذا تقريبا دار 63 مليون ديال المبيعات في 3 شهور. ديال الشيفر دافير كانت فيه الأرباح تقريبا شي 21 مليون. بالنسبة للطريقة ديال كيفاش ديال الطريقة ديال الشحن،
كيفاش كتكون. انا نوريها لكم في واحد المتجر. بنادم هذا تا هو راه مفيهش الشحن مجاني. نوريكم طريقة الخدمة ديالو. هاتي نحيدو هادي. مثلا الكليان جا بغا ياخد هادي 169 درهم، كنقول ليه راه خاصك غير 30 درهم باش تاخد الشحن مجاني. يعني الكليان مغيجيش ياخد هادي ويخلص عليها 39، غيحاول يستافد من شي حاجة 39 درهم أو 50 درهم أو 70 درهم على حساب. ديجا علاش هادوك المنتجات اللي قلت لكم أنا مثلا هاهما كيكونو هنا. المنتجات ضروري يكونوا عندك ديال خاص بزاف، يعني هو اللي كيكمل بهم الباني. مثلا إلا بغا ياخد غير برودوي واحد، هادو راه ديجا برودويات راه رخاص، راه كاين اللي يدير 4 دراهم، كاين اللي يدير 6 دراهم، كاين اللي يدير 8 دراهم، كاين اللي يدير 10 دراهم. يعني مكيكونوش برودويات غاليين بزاف. مثلا هادي شحال بغيتي تكون داير، هادي نورمالمون تلقاها دايرة 10 دراهم، نتا كتحسبها لي ب50 درهم ب60 درهم. يعني 50 درهم تقدر تخلص لك فلوس ترونسبور وفلوس ترونسبور وفلوس الارض. يعني هادي هي طريقة الخدمة ديالهم. بالنسبة للشحن راه كيكون بحال ديجا مثلا أنا 199 كنقول ليه راه خاصك 30 درهم باش تاخد الشحن مجاني. كنحط ليه هادوك البرودويات اللي كيكونوا رخاص بزاف هنايا. كيجي مثلا كيزيد شي برودوي ب30 درهم أو 50 درهم أو 80 درهم في حالة بغا ياخد الشحن فابور. يعني ديجا هنايا هو زاد 44 درهم. هنا كيطلع لي ليفريزون غراتوي. هنا عندو 213 درهم. مثلا ندير واحد العملية حسابية، مثلا هذا شحال داير، هذا داير 10 دراهم أو 15 درهم، هذا تقريبا راه داير مع شي 80 درهم أو 75. يعني المجموع ديال البرودوي هو 90 درهم، يعني بايعين ليه تا 213. وديجا هنا كيجيك الأدس نتا رخيص. علاش كيجيك الأدس رخيص؟ حيت كتبيع منتوجات لثمن لي هابط بزاف. هذه استراتيجية كتخدم بها في الأول، من بعد راه كيبداو يجيوك المبيعات في لي برودوي الغاليين. هذه هي استراتيجية اللي كتركز عليها باش تبيع. ديجا المتجر راه عندك كيبقى غادي اوتوماتيكي، يعني كتكون فيه شوية ديال الخدمة في الأول. هذا راه كتنزل تونا الشحن 11 درهم، غير كنت كنتيستي فيه. مثلا ملي كيجي هنايا راه تقريبا هنايا راه طلع ليه ليفريزون غراتوي. نورمالمون كون خاد مثلا غير هذا 169، راه غتزادو 39 درهم ديال الشحن. هذه هي طريقة الخدمة ديال هاد المتاجر. بحال ديجا كيكونوا عندك فيهم مبيعات بزاف، كيكونوا أرباح بزاف، وهنا ما كتعولش على المبيعات كيما كتعول على الافريج اوردر. يعني الكليان كيدخل كيتخدى بزاف، يقدر ياخد 300 درهم 400 درهم. كل كوموند كتشيط لك فيها مثلا 100 درهم 150 درهم. ديجا هاد الاستراتيجية ميقدر ينافسك فيها تا واحد. مثلا شي واحد كيبيع غير هاد البرودوي مثلا ما يقدرش ينافسك بهاد الثمن ديال 150 درهم. انت كتعول على منتوجات اخرين وكتعول على الشحن ماشي مجاني. بالنسبة لهاد الفيديو تقريبا هادشي اللي كاين واللي نقدر نقول فيه. بالنسبة للفيديو ان شاء الله الجاي راه غنحاول نوريكم طريقة الادس، كيفاش تخدم الادس على بحال هاد المتاجر هادو. بالنسبة اللي بغى شي سؤال راه يخليه ليا في كومونتير ان شاء الله ونجاوب عليه. والله يوفق الجميع.